اقول لي راه ماذا فاك، واش غدير شي حاجه في حياتك راه بقيتي بحال هكا؟ واش انت هو الانسان اللي بكى لي الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وقال لي رؤيتي؟ Voy a la playa, había subido la marea. موظف شنو هو الريورد ديالو؟ شنو هي النتيجه ديالو؟ كيكون عندك سالير اوكي you can experience everything. في انترنت بزاف ديال الناس مشاو في داك البلان ديال دوره تكوينيات تونجاجاو فيها ولا تدريب كوتشينغ شي حاجه بحال هكا. كتلقاه مثلا كان كيتفرج في شي انفلونسور حتى واحد الساعه قال لك انا دخلت في الدوره هذه، ومنهم ناس كنعرفهم. هذاك الشخص نيتو اللي خلص داك الدوره ولا داك الكوتشينغ الا كان مثلا كيتقدم مع صاحبه في الزنقه ولقى مثلا شي بياسه زايده مثلا هي كدير 100 درهم وقال له الاخر 110 درهم ولا 120 يقول صاحبه كان باغي يقولبني، فهمتي زعما راه ما كيقولبو حتى واحد. وهو نيتو الا مشى عنده شي واحد يسلفو يقدر ما يسلفوش مثلا ولا يقول له انت ما تردليش ولا شي بلان بحال هكا، يعني شاد الامور ديالو من حقه يضبط الامور ديالو. ولكن في الدوره التكوينيه ولا في كوتشينغ كتلقاه حتى مشى وحط واحد المونطون ديال 3000 ولا 4000 هكاك تاق في واحد الانسان كيشوفو غير في الشاشه وصيفط له الفلوس صافي وقال لك انا غادي ندير هذا صافي خديت هذه الخطوه هذه. اولا باش نتفاهموا ماشي عيب دير شي دوره ولا شي تدريب. مثلا انت باغي تقرا شي دومين غتلقى كلشي كاين في الانترنت كاين في يوتيوب، لكن باش تمشي تقرا وتقلب وتشوف هذا وهذا وهذا وكاين اللي كيكون مثلا ما فاهمش وداير الفيديو كيشرح فيه غادي تشوف بزاف الفيديوهات ويديك بزاف الوقت باش تفهم. كتلقى واحد عنده مثلا درايه بهذا الامر هذا ومزيان فيه ومحترف فيه كيلخص عليك داكشي كامل وكيعطيك نيشان لاصق. كتجي انت كتخلص واحد الثمن رمزي وكتاخذ داك الدوره وكتستافد منها، ولكن هاد الدوره ما خصش يكون الثمن ديالها مبالغ فيه لان مولاها كيصوب البرودوي مره واحده، يعني هذاك منتوج ديجيتال برودكت يعني منتوج رقمي كيصوب البرودوي مره واحده، يعني يصوب واحد الدوره وغياخذوها بزاف د الناس، يعني الثمن كيكون رمزي ما كيكونش الثمن طالع بزاف بحال تجي عنده للدار ولا يجي عندك للدار. نفس البلان بالنسبه للكوتشينغ مثلا هي واحد الكوتش مثلا ديال الرياضه كيدير مثلا داكشي الفيتنس النظام الغذائي ديالك والسبور وكيفاش تريني كيفاش ما ترينيش وعلى حسب الجسم ديالك والجنس ديالك. اولا مثلا الكوتشينغ اللي كيديروا في العلاقات مثلا كيفاش تتعامل مع العائله ديالك كيفاش تتعامل مع الاصدقاء ديالك، كاين هادشي هذا مثلا هذا كيتسمى كوتش، والاخر كيتسمى كوتش ديال الفيتنس. الا كان محترف ومتخصص في المجال ديالو يقدر يدير تدريب وتدخل معاه انت تونجاجا معاه وكيبقى مراقب معاك وها فين وصلتي كتحددوا منين بديتو فين باغيين توصلوا. هذه ممكن ولكن خصو يكون فعلا محترف في ذاك المجال. المشكل فين كاين هو الدورات اللي ولاو عندنا دابا. الدوره يعني باش دير الفلوس ولا باش تبدا بيزنس ديالك ولا باش دير شي حاجه اونلاين كتكون هذيك في حد ذاتها هي الخدمه بالنسبه لمولاها. تخيل معايا واحد السيد كيعلمك كيفاش دير بزاف د الفلوس في النهار ديالك. الا كان هو كيدير داك الفلوس واش يقدر يسمح في وقته ويجي يشرح لك؟ انت راه دار الفلوس ولكن بك انت باش غيوصل داك النيفو اللي كيحلم به واللي هو اللي كيوريه لك في الستوري ديالو. حيت كنشوفوا داك الدوره كيدير لها واحد الماركتين يعني بحال خدام على مشروع فريمون راه خدام على مشروع. يعني فاش كيوجد الدوره ديالو اش كيبقى يدير لها بحال الحمله الاعلانيه قبل ما يطلقها. بحالاش كيولي يطلق لها الادس بعدا يعني كيطلق لها اشهارات مدفوعه. ثانيا كيولي يبان عليك في الستوري مثلا تقدر تكون مثلا عنده سياره وحده كيمشي كيكري جوج ثلاثه طوموبيلات يقدر يسافر ويبدا يدير عليك الستوري شوف انا الحياه اللي عايشها، يفطر في شي اوتيل في شي بلاصه زوينه ويصور لك باش انت كتبقى تشوف حتى انا خصني نعيش هذه الحياه. يوريك رولكس يوريك شي بلانات ماشي واخا داك البلانات ما عندوش غير كاريهم ولا غير جايبهم لان كيطلع لك النيفو باش كتقول هذا السيد هذا ما محتاجنيش انا نعطيه واحد 3000 درهم شوف هو فين عايش. ولكن انت ما كتفكرش هو ان داكشي بي غادي يجمع اكثر الفلوس وهذا الشيء كامل ترويج ولا حمله اعلانيه لواحد المشروع اللي باديه اصلا اللي هو يعلمك كيفاش دير الفلوس اللي غيديرهم كتضحك هذه المساله. داك الفلوس اللي غيديرهم بك انت غيعلمك كيفاش ديرهم. المهم واحد التخربيقه ما يمكنش. بلان اخر ولا دابا فيه اشهار مثلا فابور دابا واحد القضيه ديال لي بودكاست كثروا كيولي كيستضيفوه بزاف ديال الاصدقاء ديالو اللي كيديروا بودكاست مثلا كيستضيفني نستضيفك كيمشي كيجلس معاه كيبقاو يهضروا كيقول لك انا ها كيفاش درت داك لي بودكاست كيضربوا الاف المشاهدات ملايين المشاهدات. ملي كيضربوا ملايين المشاهدات الناس كاملين كيتامباكطاو بداك البلان فهمتني كيقول شوف السيد كيفاش كان كيفاش وصل اوتوماتيكمون كتفكر انك انت هو ما محتاجكش يعني كتقول انا نعطي 2000 3000 درهم هو كاع ما محتاجها ما كتفكرش ان بزاف الناس بحالك غيعطيوها. الويب هاد الايامات هو استضفني نستضفك وكي درتي ليها وكي كي درتي ليها واه حنا انا في لافريك درت واحد 300 مليون دولار تيستضيف اليوم هذا تيستضيف غدا هذا وبعد غدا هذا وبعد ما تغدا تيقول لك اجي نوريك حتى انا كيفاش درت ليها هي ماشي كيفاش درت ليها كيفاش غندير لك ليها
وهذا الشيء باش قلت لك داك الشخص اللي كيكون مثلا هو راسو ضابط الامور ديالو كيتشطر، ملي كتجي القضيه ديال الدوره كتلقى هو الاول حط داك الفلوس. علاش؟ حيت تكونات له واحد الفكره في راسو ان داك السيد ما محتاجوش، وهذاك الشيء اللي بغاه يتكون الناس كاملين، لانهم الا شافوه مثلا 100,000 واحد ولا 200,000 واحد وعطى مثلا غير 2000 3000 واحد دخل في الدوره، حسبها انت وتلقى الارقام الخياليه اللي ما يقدرش يحققهم بالتجاره ديالو. راجعوا دابا القضيه ديال الكوتشينغ اللي حتى هما كثروا، كيقول لك دير تدريب معايا، دخلت اونغاجي معايا، دوز عندي الانستغرام بلانس بحال هكا. عندك الترهلات والكرش والشحمه في يديك وكتافك وظهرك، داكشي راه كنحيدو، انا نحيدو لك. عندك الخفصه، عندك العضله النائمه، زعما داكشي كامل كيتقاد. كنتي عندك خاصك باش تقاد، صيفط لنا ميساج على انستغرام، البنات كيتواصلوا معايا غنجاوبك 100%. قولي لي هوج العضله. كذاب هذا كذاب منتهي نصدقه بعد حنا، هذا كذاب. واحد السؤال بالنسبه للكوتش مثلا ديال سبورتيف ولا ديال كوتش سبورتيف ديال الفيتنس مثلا، كتلقى دابا عنده 20 عام داير دي فيديو في تيك توك في كاع في لي بلاتفورم، كيقول لك اجي نخدم معاك. داك السيد الا جيتي تشوف كتلقاه مستافد من الجيناز ديالو. هذاك السيد الجيناز ديالو واعرين، فاش كتلقاه فورما ومقدر، هذاك راه الجيناز ديالو ناضيين بحال شي واحد ذكي بالفطره. مثلا شي واحد كيخلق ذكي، كاين واحد اخر ما عندوش داك الذكاء، ولكن حتى كيدوز للخدمه والطيران ويبدا يتلاقى مع الناس ويضحك، كيتكون عنده الذكاء. نفس الشيء بالنسبه للجسم، العقل بحال الجسم. كاين اللي عنده الجيناز ديالو ناضين، كتلقاه مقدر واخا ما كياكل والو، كياكل الخبز ومقدر. واحد اخر كياكل ماكله مزيانه وكذا ولكن مازال ضعيف، خصو يزيد في الرياضه ويزيد في بزاف البلانات ويلقى السيستيم بروغرام ديالو باش يطلع النيفو. كتلقى داك الدري اللي عنده 20 ولا 21 عام مستافد من الجيناز ديالو، كيقول لك شوف انا كيفاش داير ودوز عندي الانستغرام وغادي نعطيك بروغرام، وكتلقاه ما فاهمش في النظام ديال الماكله، هو ما فاهمش فيه. راه اخصائي التغذيه كيقرا 10 سنين مور الباك وما كتسالاش القرايه، هو كتلقاه ما قاريش، عنده هذاك الباك ولا ما عندوش، وكيعطيك سيستيم ديال الماكله فين ماشي جايبهم عنده واحد سامع شي بودكاست على برا ولا كان ناضي راه سامع شي حاجه باللونجلي وكيجي كيترجمها لك وكيعطيك بلا ما يفهم حتى هو. تقدر تكون مراه حامله، تقدر تكون عندها فقر الدم شي حاجه، وكيعطيها بلان دوز عندي الانستغرام صيفط لي فلوس نخدم معاك كذا كذا كذا. هادو راهم كثروا بزاف. ولكن اللي كيعجبني هو النوع الثالث، الكوتش ديال العلاقات، ريليشن شيب. فهمتيني؟ داك السيد هذاك قاري واحد الكتاب ديال السر ولا شي كتاب هكا بالعربيه، شوف واش مكمل ولا ما مكملوش. فهمتيني؟ وماشي سامع واحد البودكاست كما قلنا، واحد السعودي ديال البودكاست ولا واحد المصريه دايره شي بودكاست كتشرح فيه العلاقات بين كذا وكذا وكذا، وكيجي وكيبدا يشرح الناس كيفاش يتعاملوا في حياتهم وكيفاش ينجحوا في حياتهم. ملي كتجي تشوف كتلقى داك السيد والله القسم اغلبهم كتلقاهم فاشله في حياته. مثلا كان مجوجه تلقاها مطلقه، الا كانت اولا ما مجوجاش، اولا مثلا عندها مشاكل مع عائلتها، ولا داك السيد اللي كيدير داك البلان عنده مشاكل مع عائلته. وهذا الشيء بصح الا مشيتي تونغاجيتي في شي حاجه بحال هكا تشوف العجب. ماشي كل شيء، شوف حنا ما كنعموش على كل شيء، ولكن كنقول لك النسبه الكبيره اللي ولات وانا كنشوفها بعيني. كتلقى داك السيد يعني كما قلنا ما حياته ما نجحش فيها. النجاح ديالو بالنسبه لي شنو هو انه يبدا داك البيزنس ديالو ديال الكوتشينغ، وكيجي عندك كتجي عنده انت مثلا وكيبدا يقول لك ها كيفاش غادي تتصرف، ها كيفاش تقاد. هو راه كيفتي عليك شي حاجه قراها في بلاصه اخرى وما عرفاش اصلا اش كتصلح. كيجي كيفتي عليك يقول لك لا خصك تكون واحد الانسان طموح، خصك دير. هو النجاح ديالو شنو هو يكون كوتش ويبدا يتخلص من عند بزاف د الناس ويدخل فلوس، واحقا راه كيشرح لهم كيفاش يكونوا ناجحين في حياتهم. هذاك هو النجاح بالنسبه ليه. فهاد النوع هذا انا شفتو بعيني وكثر بزاف، وكتلقاهم كيديروا بزاف ديال الفيديو في انستغرام في تيك توك كذا كذا كذا، كيديروا لا بوبليسيتي راسهم باش الناس كيجيو عندهم وكذا وكيديروا. المهم الحياه زاهيه. وهنا تقول لي راك فرعتي لي مخيش ندير انا بهذا الشيء كامل. نقول لك باللي هذا الشيء راه كاين وكثر ومازال غيزيد يكثر مع الوقت. هذا الشيء راه مازال زايد غير طالع. فهنايا انت ضروري تقدر تتعرض لواحد البلان ديال انك دير دوره ولا دير شي بلان تخلص، لان داك السيد غيبين لك فريمون هادشي راه هو قرا كيفاش يبين لك باللي الحل ديالك عندي. فهمتيني؟ يعني انت غتبقى تشوف انا خصني نكون بحال هكا ضروري تجبد واحد المونطون كبير اللي ما غاديش يستاهل وغتحط. وبزاف الناس كانوا كيقولوا ما غيحطوش، حتى كنلقاهم مثلا دخل في واحد الدوره كما قلت لك، دخل في واحد التدريب اللي ما غيفيدوش. فاش تبغي تخلص شي حاجه بحال هكا غتمشي تقلب على داك مولاها واش فريمون واصل في داك الدومين، واش ماشي غير كيبين لك داكشي اللي باغي انت راه عنده 100%، ماشي غير كيبين لك. ديك الساعات يقدر يعاونك. فهمتيني؟ وإلا خلصتيه يقدر يعاونك. وغالبا ملي كتكون شي حاجه اونلاين كيكون الثمن ديالها هابط ماشي طالع بزاف، لان داك السيد كيصوب برودوي مره واحده وكيبيعوا لبزاف الناس. وهذا الشيء علاش كان خصني ندير هذا الفيديو. ودابا غادي نقول لك تبارك الله عليك الله يعاون. وهاد لاشين هادي راه جديده، لاشين اللي فاتت راه مشات، هادي راه مازال ما فيهاش لي زابوني، عليها ضروري خصك تابوني باش لي زابوني يطلعوا.